لو عندك حليب بقري او حليب معلب، العلب بتاعت المحلات دي عايزه تشتغلي بيها النهارده باذن الله كده، هقول لك كل حاجه في الفيديو، وكمان هنشتغل بالنهارده معانا النهارده باذن الله كده حليب بقري. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وكمان هقول لك الزبده البقري، وهقول لك ايه الفرق بين السمنه البلدي والسمنه اللي هي الجاموسي. تمام، دي زبده بقري، هقول لك لونها ازاي وتعرفيها ازاي الاصلي منها والمغشوش، وهقول لك كمان على الزبده الجاموسي ايه الفرق بينها وبين الزبده البقري، وهقول لك كمان تعرفيها مغشوشه ازاي، وهقول لك ايه الحاجات اللي هي تبين لك اذا كنت وانت بتشتري في موسم الزبده دلوقتي كده الزبده مغشوشه او نظيفه معاكي. تمام كده اهي ما شاء الله. شفتي لون الزبده البقري شكلها ازاي ولون الزبده الجاموسي شكلها ازاي؟ دي زبده مضمونه معموله بسم الله ما شاء الله على ايدينا، مش على خضادات ولا اي حاجه تانية. تعالوا نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى اله واصحابك اجمعين. عندنا هنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك عندنا 7 كيلو ونص حليب. تمام كده، دول 7 كيلو ونص حليب. احنا كنا قايلين الست على 10 كيلو، قالت ما قدرتش اوفر غير ال7 ونص، ما فيش مشاكل. هنجيب بقى الميزانه بتاعتنا ونبدا نسمي الله كده ونوزن الميزانه بتاعتنا. بدانا صفرناها وبدانا حطينا الاكياس من غير حاجه خالص علشان نبقى عارفين ميزاننا مظبوط. تمام كده. الكيس الكبير فيهم كيلو، والكيس الصغير الوسطاني ده الوحيد اللي نص كيلو. تمام، عندنا 7 كيلو ونص، انا بوزنهم بس علشان اكد لك. دول 5 كيلو، هي ما شاء الله ميزانها حلو، ربنا يبارك لها يا رب ويرزقها الخير ويطعمها الخير هي واللي زيها يا رب اللهم امين. وده كمان ال2 كيلو ونص التانيين عليهم 200 جرام، ودول هنا كان عليهم برضو حوالي 300 جرام، يعني وزنها بسم الله ما شاء الله مظبوط. جبنا هنا بقى الطبق الثالث بتاعنا، شطفناه بس بميه، وبدانا رجينا الاكياس بتاعتنا علشان لو فيها قشطه فوق معلمه تنزل في قلب الحليب لتحت. طبعا الحليب البقري ما بيعملش كميه كبيره من الزبده زي الحليب الجاموسي. الناس اللي بتسالني بتجيب الحليب منين يا ام يوسف؟ الحليب ده احنا من الجيزه قبلي جنب بني سويف، فبجيبه من جيراني هنا في البلد. الناس اللي بتسالني اللي من اسكندريه واللي من هنا ومن، انا ما اعرفش بصراحه اوصل لك الكميات اللي انت عايزاها، والله ما بقدر اوفرها. انا عن نفسي ببقى قايله للست على 10 كيلو تجيب لي 5 كيلو، تجيب لي 7 كيلو، فما برضو ان هي متعاهده مع ناس ومعاهده مع مزارع كبيره، فما بتقدرش ان هي توفي الاحجام اللي هي عايزه لها كلها. تمام كده. هنا بقى فضيت كل الاكياس بتاعتي ورجيتها كويس وفضيتها كلها في الطبق الاستانلس. عايزه تشتغلي في المونيا ماشي، استانلس ماشي، اي نوع انت تشتغلي فيه اشتغلي فيه، بس اهم حاجه وانت بتسمي الله كده دايما تسمي الله من قلبك علشان خاطر حاجتك تبقى جميله وتبقى حلوه. تعالوا بقى نشوف الحليب بتاعنا كده، قلبناه ودوبناه وعلم لنا برده في المعلقه، بس طبعا ما هواش زي الحليب الجاموسي. الحليب الجاموسي بخيره دسمه كتير، دسمه عالي. في ناس كتيره ما بتعرفش تشتغل باللبن البقري، هقول لك النهارده باذن الله تشتغلي بيه ازاي وتنتجي منه، لان في ناس كتيره بيكون عندها بقر بس مش بتعمل بيه جبنه. هنا حطينا المج بتاعنا اللي هو الشرش الابيض. الشرش الابيض ده اللي بيتصفى من الجاموسه، احنا بنحطه عباره عن خميره، زي خميره بس بيخمر لنا الحاجه بتاعتنا على طول، وفي الوقت نفسه منها فيها، يعني ما هياش منفعه. المنفعه بتنشف لي الحاجه وتخليها مصاص كده، لا احنا بنشتغل بالشرش الابيض وبيكون لنا خميره بس من نفس الحاجه، مش بيغير طعمها ولا لونها ولا اي حاجه. تمام كده. ما عندي الشرش ابيض ولسه مبتدئه، بحط علبه زبادي بدوبها. علبه الزبادي بتكفي من 3 كيلو ل 10 كيلو. تمام، للناس اللي سالتني برضو، علبه الزبادي بتدوبيها وتحطيها في مج حليب وتضيفيها على بقيه الكميه بعد ما تدفيهم، بتمشي معاكي من 3 كيلو حليب ل 10 كيلو حليب. هنا دفيتي الحليب زي دمعه العين واقل كمان، ما تسخنهوش اكتر من كده. كل ما بتسخنيه بيفور معاكي على طول وبيجبن معاكي على طول وما بيطلعش الدسم اللي انت المفروض تطلعيه. هنا فرشت حاجه على الرخامه زي ما انتم شايفين معانا كده، حاجه تقيله، بطانيه او دفايه او اي جلابيه عندك تقيله ما انتش محتاجاها، وغطي زي ما انت شايفه كده. تمام، ومحدش يجي جنبيه ومحدش يحركه من الولاد ولا منك. تمام كده. عايزه تشتغلي على الرخامه بعيد عنه خالص واشتغلي، اما جنبه لا لا لا. تمام. بيتناه ويوم بالظبط 24 ساعه بالظبط، طالما تدفي الحليب زي دمعه العين وتحطي حبه الشرش الابيض دي، ما شاء الله هتلاقي انتاج جميل وتلاقي حاجه حلوه. ده طبعا حليب بقري زي ما انتم عارفين، بيكون الوش بتاعه بيكون اصفر، ما بيكونش ابيض قوي. الحليب البقري ده بقري بلدي ولا لا يا ام يوسف؟ لا، بقري مزارع. ده بقري مزارع اللي هو المجنسه، اللي هي الفريزيان، اللي هي ابيض فاسمر، مش البقر الاصفر بتاعنا احنا بتاع زمان. واخدين بالكم؟ الوش طبعا رقيق ومش كتير قوي، لكن طلع ما شاء الله اللهم بارك وش. فيه حليب كتير ما بيعملش وش ابدا. في ناس بتشتغل فيه بالمنفعه بس الجبنه بتاعته بتنشف مصاص تاني يوم، احنا بنعملها زي الجبنه القريش العاديه خالص. وفي ناس كمان لما بتكون عندها بقره وجاموسه بتضيف الحليب ده على ده، بس مشكله الاضافه بتاعته انه بيخلي الزبده الجاموسي لونها اصفر.
تمام، مديه بلون صفار شويه. هنا بقى شفنا الحليب بتاعنا تمام، والجبنه تحت تمام، ما بوديهوش التلاجة الا لما بيجبن من تحت. تمام كده. ليه بنوديه التلاجة يا موسف؟ علشان القشطه تمسك شويه، وعلشان الجبنه كمان تمسك شويه. بدل ما اخد القشطه واحط ميه بتغلي، بتخلي لي الجبنه بتاعتي تخرز وما بتكونش بالنعومه. تعالي شوفي الجبنه دي اللي عملناها الفيديو اللي قبل كده، ما شاء الله جميله. هنا ثبتت الطبق بتاعي بحيث انه ما يتعوجش مني كده ولا كده، وغطيته كمان علشان ما يلقطش اي حاجه من التلاجة. تعالي نشوف الجبنه بقى بتاعت المره اللي فاتت اخبارها عامله ايه. بسم الله ما شاء الله جميله، والحته قاعده بقعدتها وما اتهرتش مني ولا ساحت، والجبنه بتاعتها زي الزبده ما شاء الله. احلى جبنه تخزنيها في المش القديم والمش الابيض في موسم الشتاء اللي احنا فيه ده. كل اللي عايزه تخزن دلوقتي. الحليب البقري عشان نسيت اقول لكم سعره، انا جبته ب20 جنيه. تمام، الكيلو على 20. هنا وش القشطه قعدته يوم في التلاجة، انا بقعد يوم، ما بقعدوش اقل من يوم. تمام. هنا بقى جبت وجيت على الرخامه علشان نكمل الشغل بتاعنا. القشطه طبعا بتاعتي ما هياش زي قشطه الجاموسي، فما بتكونش سمكها عالي، واخدين بالكم؟ بتكون سمك رقيق جدا. وكمان ده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طالع له خير كتير. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الخير ده منين يا ام يوسف؟ وش القشطه سواء بقري سواء جاموسي، ده من كميه العلف اللي الجاموسه بتاكله. في جاموسه بتاكل كزب وعلف وتشيش وكزب اخضر. الكزب الاخضر غالي، الشوال فيه ب1500، الكزب التاني ب800 جنيه، الدشيشه مش عارفه ب600 جنيه ولا 700 جنيه الشوال. كل الحاجات دي كده صاحبه الجاموسه او صاحبه البقره بتجيبهم من السمنه والجبنه بتاعه الجاموسه. اخدتوا بالكم؟ كمان لسه بترجع تشتري برسيم او دنيبه او حشيش تاكله للجاموسه، فطبعا كل ده بيكلف عليها. فما تفكروش ان الموضوع بيكون سهل، بيكون صعب برضو. هنا بقى بدات اخد وش القشطه بتاعتي كله، ما اخليش خالص على الجبنه، لان الجبنه البقري بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بتكون ناعمه لوحدها، مش محتاجه نحط معاها قشطه. الله اكبر، بتكون ناعمه وجميله قوي. انا عامله لكم قبل كده للناس الجديده اللي معانا النهارده فيديوهات قبل كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، جبنه جاموسي وجبنه بخيرها وجبنه كل حاجه. وهحط لكم باذن الله كام فيديو في صندوق الوصف. صندوق الوصف ده هتدوسي على عنوان الفيديو وانت شغاله معايا دلوقتي كده، هتخشي في قلبي هتلاقيني حاطه لك كام فيديو لو حبيتي تخشي تستفادي منهم في اي حاجه. تمام. هنا بقى خدت الوش بتاعي كله، فطبعا ما بيكونش دسم زي الجاموسي. طبعا الجاموسي احنا دلوقتي بنشتريه ب25 جنيه وب30 جنيه. البقري طبعا بيكون ارخص شويه، لان في ناس كتيره ما بتعرفش تشتغل بيه، علشان كده بيكون سعره رخيص شويه. تمام. الجبنه بتاعتي ما شاء الله جميله وحلوه. في الوقت ده في ناس هتقولي نسخن ميه يا ام يوسف ونحطها عليها، انا مش بحب اشتغل بالميه السخنه خالص. والجبنه هنخليها في الحصيره وهتبقى زي السكر وهوريها لكم. هنا طبعا انا كنت وزنت الطبق قبل ما اخد القشطه وصفرته وحطيته، لقيته منقص لي 400 جرام. لا انا هشيله خالص، مالكمش دعوه بالميزان ده دلوقتي، لان هو مصفر لي 450 جرام، كنت وزن عليه حاجه وجاب لي الفاصل ال 450. انا بعد ما نخض الزبده بتاعتنا هوزن لك الطبق تاني وهوريكي. ما شاء الله هو مطلع معانا كيلو. هنا بقى هنبدا نحط الجبنه بتاعتنا في الحصيره. تمام. لازم احط تحت الحصيره حاجه، عصايه، شبكه زي كده، اي حاجه بلاستيك، اي حاجه، عصايه زي اللي انا حطاها دي علشان ترفع لك الحصيره من النص ما تسقطش بالجبنه تحت. والحصيره بتاعتي برضو العصيان بتاعتها ما تتكسرش معايا. غسيل الحصيره بيكون اول ما تعيني منها الجبنه، ولازم تحطيها في الشمس. لازم الحصيره تتشمس معاكي علشان ما لونها ما يسمرش والثمر بتاعها يسود، وكمان تعيش معاكي فتره طويله، تعيش معاكي سنه و2 تشتغلي فيها. تمام. للناس اللي هي بتشتغل كل يوم يعني. ولازم يكونوا حصيرتين تبدلي فيهم علشان يرتاحوا شويه. تعالي بقى هنا حطينا الجبنه بتاعتنا، طبعا هتاخد معانا وقت شويه على الحصيره. عبال ما تاخد وقتها تكون احنا خضينا الزبده بتاعتنا. الزبده عندنا هنا بسم الله ما شاء الله طلع لنا كيلو، طلع لنا يعتبر كيلو. تمام. هنيجي هنا بقى نخضهم. طبعا انا بوريكي بشتغل بايدي، وممكن بالمضرب السلك وممكن بالمضرب الكهرباء المتوفر عندك اشتغلي فيه، وممكن كمان في الخلاط وممكن في الكبه. عندك كام حل اشتغلي فيه. هو بامانه الايد اسهل نوع. الايد مش بياخد معاكي خالص، اقل من ربع ساعه بتكون عملت معاكي. اهم حاجه تكون مجمده في التلاجة قبل ما تشتغلي فيها. طبعا البقري غير الجمسي، البقري ما بتديش سمك كبير قوي زي الجمسي. تمام. بس بسم الله ما شاء الله طلعنا انتاج برضو منها حلو مش وحش. الكيلو ما شاء الله يعتبر هو كيلو صافي قشطه. تمام. هنا بقى حطيته في الكبه علشان اوريكي برضو انك انت ممكن تشتغلي في الكبه او في الخلاط، الاسهل عليكي. ايدك وجعاكي او مثلا الدنيا ساقعه عليكي، لان هي القشطه بتكون ساقعه فممكن توجع ايديكي.
اشتغلي في الكبه او في الخلاط، اشتغلي حوالي 3 دقايق كده او 4 دقايق من غير حاجه خالص، القشطه بس. وبعد كده هنزود يا شرش ابيض من اللي اتصفى من الحصيره وانت حطاها، هتجيبي حوالي مج كده او مجين وحطيهم على القشطه، سواء القشطه عندك بقري او جاموسي. اللي هي ام يوسف بتخلي لونها مخضر شويه وبتخرز معاكي على طول، وبتسهل معاكي عمليه التخريز بتاعه الزبده، تمام، بتخليها تخلع على طول معاكي، تمام. هنا هي اندمجت خالص وبقت كويسه، هبدا انزل عليها بمج الشرش. ما عنديش شرش انزلي بمج ميه ساقعه، ما تنزليش بميه دافيه عشان ما تسيحلكيش الزبده وما تعرفيش تلميها. الزبده بتاعتنا في الصيف او في الشتاء بنغسلها او بنستخدم لها ميه ساقعه، تمام كده. هنا بقى هشتغل عليها شويه بالكبه كده، وهتبدا تخرز معايا بسم الله ما شاء الله. برده مش هتاخد لان هي كميه قليله وساعه، والشرش عندي ساقع من الجبنه انها كانت محطوطه في التلاجة. وهنبدا نشتغل باذن الله كده ونشوف الانتاج بتاعنا اخباره ايه. بالنسبه للفرق بقى بين الزبده الجاموسي والزبده البقري، اهي بدات تخرز معانا ما شاء الله، بدات تدي خرز بسيط. هتبدا بقى خلاص تشكل بعد كده. في الوقت ده عايزه تنزلي بالشرش بتاعك انزلي بيه في الوقت ده، ميه ساقعه مفيش مشاكل، هتلم معاكي على طول ومش هتاخد معاكي وقت. بعد ما بخلص الخض بتاعي في الكبه او في الخلاط، حبه شرش كده من المتصفي من القربه من الحصيره، وبرج بيه الكبه او الخلاط، وبنزل بكل اللي فيه مع اللي انا نازله بيه او اللي هو على القشطه، يعني الزبده اللي هي طلعت معانا. خدتوا بالكم؟ ما فيش مشاكل، ان شاء الله خير باذن الله. ربنا ييسر لكم الامر، وكل اللي تحتاج حاجه انا تحت امركم. بس حكايه اللبن انا والله ما اقدر اوفر لبن ابدا، لو اقدر وقسما بالله وقسما بالله اللي اغلى عني من الدنيا كلها انا اجيبه لغايه عندكم، معلش حقكم عليا، انا والله ما اقدرش اوفره. انا لو عندي جاموسه واتنين وقسما بالله لو ادي لكم كل حاجه لغايه بيتكم. هنا بقى الزبده بتاعتي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك خرزت معانا وشكلها زي العسل. الله اكبر الله اكبر، حلو قوي. شايفه لونها؟ اكدوا من لونها عشان الناس اللي بتبعت لي وتقول لي ده زبده بقري بيكون لونها اصفر قوي، اصفر بزياده قوي. اخدتوا بالكم من لونها اصفر، مش اصفر اللي هو قادح قوي ده، تمام. هنا طبعا انا كنت وزن الميزان كان الغلط معايا انا من التصفيره بتاعه الميزان. هنا ده طبعا كان كيلو، هنا 165، وكان عندنا القشطه بتاعتنا كانت اللهم بارك كانت كيلو يعني خصمنا اللي هو ال 165 وطلع القشطه كيلو صافي، تمام. هنشوف بقى الزبده اللي هتطلع لنا من الكيلو القشطه الصافي هيطلع قد ايه. الجاموسي ما شاء الله لو عملنا كيلو قشطه جاموسي بيطلع لنا من 400 ل 800 حسب نوع الدسم اللي موجود في القشطه. ممكن قشطه تطلع لي 800 جرام، وممكن قشطه تطلع لي 400 جرام، وممكن قشطه تطلع لي 500 و600، مش كله زي بعضيه. هنا هبدا اعصر الزبده بتاعتي كويس قوي، لازم تعصريها كويس قوي من الحامض، وبعد كده هنغسلها في ميه ساقعه ونرجع بعد كده نوزنها. لازم تتغسل كويس ولازم تعصريها كويس علشان الكيلو والميزان، وربنا ما يحاسبناش عليه. حاجه تنفعنا في الدنيا نعملها وتنفعنا كمان في الاخره. وخلي دايما عليكي انت شويه في الميزان وفي الكيل، لان هنا دايما امهاتنا ربنا يبارك لنا فيهم يقولوا ايه، يا بخت من زكاه في بيع وشراء، يعني يا بخت من زكانا في بيعنا وشرانا، يعني لما نيجي نبيع ونشتري يكون في زكاه شويه، ما يكونش مقرمطينها قوي احنا ومدققينها قوي. اخدتوا بالكم؟ هنا بقى نبدا قبل ما اوزنها خالص، لان بيكون فيها حامض تاني، ما اوزنهاش بالحامض بتاعها. وكمان اغسلها منه ليه؟ علشان ما تمررش معايا، لو قعدت فتره او مع الست اللي هتاخدها مني ما تمررش عندها واشيل ذنبها، ماشي. هنغسلها كويس بالميه الساقعه واعصرها كويس من الميه اللي فيها وارجع اوزن. ولو هتبيعي انت في بيتك اوزني بزياده، خليها عليكي شويه، هتكون ليكي في الاخره مش هتروح على فكره. ربنا يديكم الصحه كلكم ويبارك فيكم يا رب، ويطول عمركم ويرزقكم الرزق الحلال الطيب الواسع ويبارك لكم فيه يا رب، اللهم امين. هنا بقى صفرنا الميزان على الطبق علشان نوزنهم هم، يعني الحمد لله يا رب. ايه الحمد لله. بصي اللي تقول لي بتطلع كميات قليله، حلو، دول هتحطيهم مره وهترجع بعد كده تحطي قدهم مره وقدهم مره في شنطه في الفريزر، هتبص تلاقي مليتيلك شنطه كبيره كده في الفريزر ما تحتاجيش، تكفي نفسك طول السنه، تمام. دول 285 جرام، تمام، داخلين على 300 جرام، حلوين الله اكبر، حلوين مش وحشين بالنسبه للبقري، انها ما بتطلعش دسم، حلوين اللهم بارك، تمام كده. تعالي بقى عايزه اوريكي الفرق بين الزبده الجاموسي والزبده البقري. الزبده البقري اول حاجه لونها اصفر زي ما انت شايفه كده، الزبده البقري الجاموسي بيكون لونها ابيض مدي بخضار. اي سمنه بلدي تشتريها وليها ريحه ما تشتريهاش، تمام كده.
خدوا كلامي انا ثقه. اي زبده بلدي وريحتها فح عليك جامد كده وانت بتشتريها ما تاخديهاش، دي مغشوشه 100 دي 100 حاطين لها ريحه السمنه البلدي. السمنه البلدي ملهاش ريحه خالص وانت بتشتريها، ليها ريحه بس وانت بتسيحيها. تمام كده. الفرق بين الزبده الجاموسي في لونها والزبده الجاموس البقري خفيفه شويه في الدسم، خفيفه شويه في الدسم، ماشي. اما الريحه وانت بتسيحيها بتفحفح لك الدنيا وبتبقى ريحتها زي السكر. تمام. هنا بقى نيجي للحصيره. الحصيره طبعا كنت سبتها حوالي ساعه على الحصيره، بس بالنسبه للساعه اللي انا سايباها فيها كل شويه بديها تقليبه بسيطه بالحصيره مش بايدي. تمام. وببدا اظبطها زي ما شفتيني وبدمجها لبعضيها زي ما شفتيني بالحصيره، وببدا اعلقها ونعيشنا وكان لنا امر ننام ونقوم الصبح نقطعها. بتقعد طول الليل، يا اما لو حطيتها الصبح تقعد للمغرب، لو حطيتها المغرب تتعلق للصبح. اخدتوا بالكم؟ لازم الحصيره اما اغسلها احطها في الشمس. انا كده علقت الحصيره واصفي كل الشرش ده طبعا الولاد ما شاء الله عليهم راحوا فتحوا الحنفيه عليه بهدلوا الدنيا. مش مشكله، هنغليه كويس قوي ونحط عليه ملح وشطه ونحطه على المش القديم، لان احنا عندنا شويه شرش من الفيديو اللي فات هنخزن فيهم الجبنه دي. لو ما عندكيش شرش ابيض تخزني فيه الجبنه هتغليه وتخليه لما يبرد تحطي فيه ملح وتخزني فيه الجبنه، بس بعديها بيومين، بعد ما تقطعيها بيومين وتقعد في التلاجة بملح في الطبق يومين علشان ما تتهريش منك. تعالي بقى نشوف الجبنه بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حلوه حلوه جميله. ادينا اللبن البقري عملنا منه زبده وعملنا منه جبنه وما شاء الله جميل. اللبن المعلب يا ام يوسف هيبقى نفس الشكل في الجبنه لكن ما يكونش فيه زبده لانه بيكون خالي الدسم، ما فيهوش دسم خالص. تمام. هتشتغلي نفس الشغل بالظبط من اللبن المعلب، بس هيكون جميل في الجبنه لكن ما يكونش فيه قشطه. تمام. صفرنا الميزان على الصينيه بتاعتنا وهنقطع الجبنه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. صلوا بينا على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، على اليك واصحابك اجمعين. تعالوا بقى نرش ملح على الصينيه. انا بحب احط الملح والوقتي، ما بحطوش خالص في الحصيره علشان ما يخليليش الجبنه ناشفه. خدتوا بالكم؟ لو حطيته في الحصيره بينشف الجبنه، انما هنا الجبنه بتكون زي الزبده تاكلي منها ما تشبعيش. ماشي. بالنسبه للملح كل واحد وحريته، لا عايزه تحط ملح كتير تحط، عايزه تحط ملح قليل حطي. تمام. في ناس بتحب ملح قليل، حطي على الصينيه ملح قليل وحطي فوقيها ملح قليل، انما لو هتبيعي زودي ملح علشان حته الجبنه تبقى ماسكه معاكي وجميله وناشفه وحلوه. تمام. بتخزنيها في الجردل، والتاني يوم لو عايزه تبيعي منها بتحطيها في الجردل تاني يوم بعد ما تقعد يوم في التلاجة، وبعد كده عايزه تبيعي منها بيعي من الجردل. لو هتبيعي من الحصيره زودي حته شويه علشان الكيلو والميزان. هنا طلعوا كيلو 300 جرام، ما عجبنيش الموضوع. الكيلو اصلا بيجي 6 حتت و8 حتت، دول كتار عن كيلو، عن الكيلو ونص. تمام. لا شايفه الميزان بتاعي مصفر على 420، لا انا مصفراها على ما فيش اصلا، هو المفروض ما كانش فيه. هعين خالص وهوزن وهعين الكيلو وعين 135 جرام بتوع الصينيه. عندي هنا كيلو 700 جرام، 735، قولي كيلو ونص، بلاش كيلو 600، قولي كيلو ونص. حلوين اللهم بارك. اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد. مع السلامه.